أنا الملكة حتشبسوت، تلك السيدة القوية والعريقة في تاريخ مصر القديمة. وقفت على عرش مصر في عصور غابرة، ولكن ذكراي لا تزال حية ومشرقة كما لو كانت أمساً. منذ أن انطلقت إلى الحياة في بدايات القرن 12 قبل الميلاد، كنت مقدرة لأدور القيادة. ولدت في أسرة ملكية، وعرفت منذ الصغر قيمة العلم والثقافة. ربما كانت أبرز إنجازاتي بناء الأهرامات، تلك العجائب الهندسية الضخمة التي تظل شاهدة على عظمة مصر حتى يومنا هذا. تعتبر الأهرامات إحدى أبرز إنجازات البشرية في مجال البناء والهندسة. لم تكن الأهرامات هي الجزء الوحيد من إرثي، بل كنت أيضا ملكة حكيمة وسياسية بارعة، قادمة من أسرة ذات تقاليد حكمية عريقة. نجحت في تحقيق الاستقرار والازدهار لشعبي ومملكتي. كان لدي خطة استراتيجية تجاه الدول المجاورة والتجارة الدولية، وهذا ساهم في تعزيز مكانة مصر كقوة عظمى في العالم القديم. تاريخي ممتد ومليء بالتحديات والإنجازات. أنا فخورة جدا بما قدمته لمصر وللإنسانية. يجب على الأجيال القادمة أن تستلهم من تاريخي العريق، وتتذكر أن القوة والعزيمة يمكنها تحقيق المستحيل. في نهاية المطاف، أنا الملكة حتشبسوت، وتاريخي يبقى خالدا. In the end, I thank Jason for your follow-up. We hope to subscribe to the channel and activate the bell button, and do not forget to like. We also await your support through the super chat and the thank you feature.